والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ما زلنا مع تأثيرات حادثة أو غزوة بدر، عفوا غزوة أحد، السلبيات التي يأتي خلف بعض. قلنا بأن بعض القبائل أتوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم أمور دين، فأرسل النبي إلى طرفين، جهة 10 جهة 70، فقتلوا 10 وقتلوا 69 واحدا. فما حصل أحد الذين نجوا من الأخير من هؤلاء 70 بالخطأ قتل رجلين، وهؤلاء الرجلان كان النبي قد أعطاهما الأمان على أن لا يكون بينهم شيء. فهذا الصحابي قتل خطأ رجلين، فقال النبي علي أن أدفع ديتهم، ولذلك ذهب إلى بني نضير قبيلة يهودية بجنب المدينة على أن يدفعوا أو على أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الجزية. فما حصل بدأ من هناك، فكنا قد وصلنا إلى هذا الأمر، سنستمر في هذا الأمر إن شاء الله. جماعة هجا حفتها شوي ما بحث كر ما قلت تشتكو بشتي حرب أحد هاتن ديوان درب مصيبتك المسلمان كتن لسر أحد ابتنى نسك إن أحد ما قلت حفتها حب صحابي شهيد كتن ليه أو ترصى مسلمانا كل جملته تشيبو أو ترصى هني قضية يدي ويدي هر كسر ياخو بلنكر جو كأمش دربك المسلمان آخن. داوود آلی كده قبيلة كي شانش پیغمبر أقو هناك ظلام براورن جمارة إسلام بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي حبا جوان راشان أفان دي حبا هناك كشتم دي حبا جبرن فروتن ملت مدينة مكة ملت مكة جهر ديا وكن بصبر وتحمل وان عيدام كن كشتن. داوی قبیله کردن اوج عین تقریبا دوان روزا داتش پیغمبر اد بجل عالم هناك انسان نتخوازن بب مسلمان تو هناك عالماج مرا بشینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیر الترسم عرب خیانتی بکند بینان ام کفیل تشکینا بیانه اوان هفته حب صحابی فقیر تین نوا واناج عالم تف زانای صحابیان هات نجبون اسلام بجن یعنی اوی بچوکنن عالم وانن دبیر داج خیانتی لوان کرن جوی هفته حب شست و نی حباتن کشتن أبي يكتني ويعفو كرنج بوني خاطري يعني كابرا قوم استعفو تكمش بر خاطريكو دايكا من قوتيه جرز عبدك آزاد بكم أزوي آزاد متى آزاد كر أو فقير هاني جهاد دريدا دحب إنسان ديد أوان إنسان هاني النظام بوشكسن قو قيوانا جي هوالي واني قاتلن أفيا يجدخو دوان هردو إنسان كشت انتقام هوالي خسن هات مدینش پیغمبر گو حال و مسئله کی وها پیغمبر گو هی تدحب انسان فقیر کشتیه موانا سوز دابوان انا یکبون ایدی جیران ما گرم وانا مدستی خو ندانم تا چما وان کشت گره ایجام خوینه وان بدن وان یکی کوب شاشیتی وره کشتنه تی خوینایی بدی پیغمبر گو علیه الصلاة والسلام گرم خوینه وانا بدن ای دماغ پیغمبر هاتو مدینه جی اوی ملت مدینه بسلمان فالله یهودی ناوا هفدا کنتراته کی کاغده کی اتفاقه کی کربون گوتم اگر کی یک جمع شاشیتی یکی بک جمع تب ناوا هفدا خوینایی بدن تمام پیغمبر جی سروی اساس چو جمع قبیله کا یهودیه گولا یا جماعت یکی جمع ده انسان بشاشیتی کشتیه ام هاتنه ام خوینایی توب کن او دویدا دست بکر مساله دویدا دست بکر. فحينما ذهب النبي الى القبيله قبيله بني نضير كما نسميه فهؤلاء الظاهر كان في نيتهم أتى الصيد إلينا فيكرهون الإسلام. فحينما ذهب النبي إليه كذلك كانوا ينوون أن يغدروا بالإسلام والمسلمين ولكن بأقل التكاليف. فحينما ذهب النبي إليهم وعرض عليهم الأمر أظهروا الفرح والسرور في وجه النبي حتى لا ينتبه، ولكن في داخلهم قالوا أتى الصيد إلينا نحن سنقتله بأقل التكاليف. فاتفقوا فيما بينهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيفيته سنقول بعد قليل كيف كان نيته حول قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تشتيك تشيبو پیغمبر چو جمعی قبیله یهودیه جنابی بنی نضیر جوانات بجن که لکم مدینه نه اوشی دل وان ده نیارتی هیه حتی کبه بیراوه وقت حرب بدر ابو سفیان هات اوانا آلیکاری ابو سفیان کرن ورداوی دا خوارن مارنه دانوان ری مجوارا یعنی خیانتی ها کرن لی پشت بدر ترسیان خیانتی های فقط ترسیان پیغمبر چو گو والله مهاتنه کموش آلیکاری ما بکنم خواهی اوان اردو کشتیا بدن اوانا جی دل وان ده بوک پیغمبر بکشن لی
دقو ام بشكلك يساكنوا يبقشن برا زيدا مصرف چينا بقربالق چينا بارزانيا مي بقشن بيكو حرب كمازن چه بك بيش دوايا كيب شاشتي پیغمبر كشت ددلي وان ده هيف نيرتيانه تشتي كو كرن وقت پیغمبر چو جبان پیغمبر نكه فرقي اوانت خوازن چه بكن كنيان كيف كرن قو سر چحبات بخيراتي كرم که الله الله دكنن جبان پیغمبر نيتهم فهم نكه وقو فرمو كركه پیغمبر قو حالو مسألة قو سر چحبات مراقنك انا اشترى بريتاتينن انا اشترى بريتاتينن بفي كيف خوشي هاني پیغمبر قبول كرن لید نيته واندا تشتكي دني هبو دقوتنا والله واي نيچيرا ما نيچير سايده يعني نيچيرا ما ته بردسته ما به مصرفك زيده انفيا بوكجن جيب فلتن فما حصل اظهروا الفرح والسرور والموافقه للنبي حتى لا ينتبه النبي فقالوا تعال اجلس هنا بجنب الحائط في ظل جو حار كما تعلمون فالنبي جلس وهو ينتظر قالوا اجلس هنا لغايه ما ناتي بالفلوس نعطيك فهؤلاء ذهبوا وقالوا من يرمي عليه حجرا كبيرا حتى يقتله فقالوا نقتل هذا محمد يعني فأظهر أو قال رجل منهم اسمه عمرو بن جحاش قال أنا خلاص أعطوني بحجر كبير رحى في اللغة العربية الأحجار الكبيرة هكذا إذا رميته على رجل يقضي عليه قال أنا أرميه ساعدوني حتى نخرج الحجر الفوق السطح وأنا أرميه هناك فهذا قال أنا سأرمي بالحجر على محمد حتى أقتله ولكن كان من بينهم رجل اسمه سلام ابن مشكام هذا السلام قال لا تفعلوا هكذا شوفوا أولا هذا خيانة نحن بيننا اتفاق لماذا نقتله بيننا اتفاق على أن لا نسيء إلى بعضنا هذا أولا ثانيا اتفاق على أن نعينه في الدم ثالثا سيخبر بالأمر سيأتي الخبر خلي بالكم من هذا حاول أن ينبههم ولكن لم ينتبهوا فالظاهر ختم الله على قلوبهم كانوا ينوون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فحاول هذا المسكين لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممت به يقول هكذا وإنه لنقتل العهد الذي بيننا وبينه لم ينتبهوا فخرج هذا الرجل حتى يرمي فأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب النبي مباشرة إلى المدينة خرج حتى لا يلقوا عليه الحجار ما حصل كان هذا خطتهم أن يقتلوا النبي وخلاص بعدما قتل انتهى الأمر ماذا ستفعلوا ولكن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا قد ينوون أو قد نووا على أن يقوموا به تشتيك شيء بو پیغمبر شو مالاوان گو سرچعوه الله الله كيف خوشي کنه جوانه پیغمبر نکه فرقه گواره کرم که الفرا رونه برخانی کی سیادار ہے مال ہے مال دوار پیغمبر رونش چون اندر گوترونه حتم چون پرش تراتینن لنیت وان چه پیغمبر بگشن چه بگشن به مصرف کم مصرف کم چیه شور نکارن کره نکارن چه بکن گو هم به هر جور دا کبره کی مازن سردا باوش بر سردا ور اخوار بنی داد مرا قد یچو کی بک کی مرانیت که شخص کی ناوی عمر بگو هم اس وش مرا بینن کبره کتبجن رحا يعني كبري او مازن وكا آشاهنه كبري که او مازن کوم سرکی دا بکه و فلتاندن نینه دمره يعني اوی کابره هانه آلیکاره کرن کبر برن کشبانه ورن سردا باویجن پیغمبر و چند حب صحابی اشخار رونشتنی اج دنیا گرمه شونه بندار مارش خواهی سرحت کن چه زانم کن نیت خرابه کابره کی جوان ناوی سلامه اف شخصی هانه ناوی سلامه درکت اف شخص که ناوی سلامه درکت گوسا نکن غلطیه تشتی کتکی ندرسته اف چه نابه اتفاق من نوهای و نکارن حیلال محمد بکن یک گوسوز ما اوه ومی تشتی آنه نکن یعنی ما سوز دا یک ام خرابیه دقل هف نکن اواد دویا گو والله خبر جرا وره ها ای وحی جرا وره کن چه خرابیت کن یعنی وزان کن محمد نزانه ای وحی جرا وره لا يخبرن بما هممتم يعني يأتي الخبر من الله عز وجل اي خبر جرا ورا آگادار بن في كابره كر نكر گهداريه ونكرن عادت انسان خاين عادت انسان ظالم چاوي تيگرتن گوهي تيگرتن خلاص جاناكو قرآن ده بيجا ختم الله وختم يعني مهر لكتيكي النصيحة آيات بخويني حديث بخويني توراة بخويني زبور بخويني تليديكي فايدة نينه تاريخ جرا بخويني انسان کتیخ عقل خود دل خود خیانتی بکه هر ای بکه یعنی تو بکی نک یوی کابره عقل نکره
اوی انسان گو بنه اون زانه پیغمبره پیغمبر خدا وحی جوانراته آگهدار بن ای خبر جرا ورک و خیانتی کریه فایده ندا گناه برتر دا باوجنی بکش وار حاصل اوی کابره چو لی وحیش پیغمبر هات پیغمبر همه مباشرتا رابو عجله و چو مدینه صحابه نظام چی اجیب تماشا کرن پیغمبر تنه لو پیغمبر کتن پیغمبر دگرن قحطه پیغمبر بدینه فحينما قام النبي مباشرة أتاه الوحي فذهب الصحابة تفقدوا أين النبي أين النبي فقال أحد الأشخاص الذين كانوا في الطريق أنا رأيت محمدا يدخل المدينة فأسرعوا باللحوق أو اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا حصل يا نبي الله قال هؤلاء أرادوا أن يقتلوني أتاني الوحي أرادوا أن يقتلوني خلاص فأرسل النبي إليه محمد بن سلمة قال أخبرهم بأن يخرج من هنا أعطيهم المهلة 10 أيام وبعد 10 الذي أجد هنا أضرب رقبته لا تسكنوا معي في المدينة خلاص فظهر منكم النفاق لا أستطيع أن أتحمل النفاق خل يخرجوا من هنا فأرسل النبي إليهم من يعطيهم الخبر قال أن محمد يقول اخرجوا من هنا سنرى ماذا كان جوابهم تشتيك تشيبو دمكو پیغمبر در حرابو به خبردان صحابه هاتن قا پیغمبر کدا چو فرداوی دا یکی دیتن گو پیغمبر ندی گو والله عجلت چو مدینه یعنی اوجل که لکم مدینه اوانا چون کشتن گو یا رسول خدا خیر مسئله چی بود چما رابوی من نظام بو گو مانه جامعه را خواستر مبوکشن نیت وانو خیانتی ابو بانا مبوکشن الله جا وحیش پیغمبر هاتیه طبعا وحی بلاک هات پیغمبر جی گو والله نیت وان اوکم مبوکشن پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر جوان راشان به صحابی کرا گوهر جوان را بیجه درکبن هرن هیدی الوی باشار یعنی دا نمینن اتشتک نایدم سری و ناکشم جزا نادم و درکبنش بر هیدی ام و به هفره نکارن بمینن ون خیانتی دکن و شرط مخرا کر بازار ما او کوش خال فقیر بکردیت بیجین یا سردسمه جا خوب ساکن دی باشار یعنی دا ولکن و عیش خرا کر و گو امی هرن سروک مسلمان ها بکشن جسارت وانات کدا چبو ده حرب احد ده هفته حب صحابه شهید کردن پاشه دی حب پاشه هفته حب یان شستونه حب گور حتی هیدی وانا گو ده ام جمع حبک لیخنه که ایجا جسارت وانا ده ها زیده بو گو ام سروک بکشن سری بکشن یعنی دست فکریه گوشما هر کس مسلمان ادخل گو ام جی حبک لیخنه که ایجا اوان نیتا کشنا پیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم پیغمبر گوشوانا بجن براد برد در کبن بمرا نمینن طيب الذي هو غريب في الأمر هؤلاء لم يعترضوا على كلام النبي لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلامك غير صحيح متى نوين هل عندك شهود لم يقولوا هذا لأنهم كانوا يعلمون بأنه النبي ويأتيه الوحي لم يعترضوا على الأمر لم يقولوا لا يوجد عندنا شيء وكنا عندنا نية صادقة كنا نعينك ونعطيك الفلوس من أين أتيت بهذا الكلام الذي نحن نريد أن نقتلك ولا واحد منهم قال هذا الكلام كانوا يعلمون بأن هذا الكلام صحيح ولا يأتي الخبر إلا من الله ولا يقول أحد بهذا الأمر إلا النبي وإلا كيف سيكون له العلم بأن هؤلاء كانوا يرون قتله مع أن كان هناك بعض الصحابة بجنب النبي أو كانوا هناك في نفس المنطقة ولا واحد منهم قال هذا الكلام إلا النبي لأنه أتاه الوحي من الله عز وجل تشتي غريب قالوا جماعته پیغمبر دما کوگو وانت خوازن مبوکشن يهودية احتراز نكرها نقوت درواتي حاشا مثلا تشاهد تنن إلا پیغمبر بتنه تشاهد کی تنه كوانا وها کرنه فقط كابرا يزانبوك پیغمبر راسته بيجا دمكي راسته خبر جرات لو رش كنا احوال وان جوان راغو ايك نبي سلام اگو بني اگهدار بن اي وحي جرا وره يهودية قد احتراز نكر مثلا ام جانا تشتكي تكن كشاهدتنا بفرده وده ام حزار صوند يدخلنا من اكل يا شهاده من النشاشات يفهم كنت وانت بنوتين اخي كارت كن يهودي قد احتراز نكر وقبجا والله من يدك كشنا تكر ولكن خدا اذن ندا كشف بو اشكرا بو ام رازيل بون خلاص ام قبول دكن تشكر يا كريه پیغمبر صحابی که جوانا شاند گو هر جوانا بجا برش برادر کبن یدیدی بازار دا نمینن ده روزا از فرصت دموه حتى ده روزا و در کتن در نکتن و در نکبن اسکی بگرم از استری جیکم خلاص یدیش برادر کبن و خیانتی کریه افاناش یدی میرانی هاتبوان گوش کن و که بجا مسلمان کتن امجی حبک الوان خن ایجا امی هرن سروک یوان بگشن که پیغمبر علیه الصلاة والسلام
طبعا الرسول حينما أرسل إليهم قال اخرجوا من هنا، قالوا خلاص نخرج، استعدوا للخروج. ولكن ما حصل، اعلموا وقد ذكرنا هذا كثيرا، المنافقون الذين أظهروا الإسلام في المدينة كذلك لعبوا مرة أخرى هذا الدور. في بني قينقاع لعبوا نفس الدور، في غزوة أحد نفس الأمر، دائما الخيانة الداخلية. أرسلوا إلى اليهود قال لا تخرجوا معنا 2000 من الرجال نحن سنعينكم على محمد، لا تخرجوا من هنا. وكذلك زينوا إليهم بأنه بإمكانهم أن يعينوا بعض القبائل حتى يحاربوا ضد المسلمين. فاليهود الذين كان قد نووا الخروج أرسلوا إلى النبي مرة أخرى قال لن نخرج، افعل ما تشاء، لن نخرج، مع أنهم كانوا قد أرسلوا إليه بأن يخرجوا، قبلوا الأمر ولكن قالوا لا نخرج، خلاص لا نخاف منك، لأنهم أخذوا بعض المعلومات بأن 2000 من المنافقين وبني قريظة بني قريظة وكذلك غطفان وما حولهم من الأعراب سيساعدونهم ضد المسلمين، فقالوا خلاص لا نخرج، اعمل ما بدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيش وهاجم عليهم. تشتيك دركت پیغمبر جوانا گو وانا گو ام درکبن کته بیراوه مگود مدینه دا گروبه کی اصل خو منافق پاشه بون مسلمان جبان منفعت خو او هر دم وظیفه وان خنجرش پارال پشت مسلمان اکن او دا خوش مسلمانن. اویا جارا سه خیانتیت کن، جارا اول قبیله کادن پیغمبر وان را کر وانا چون نشتن پیغمبر وان بگجه گو وانا بده خاطره ما اواد دویا د حرب احد دا 300 حب صحابي يعني عم بيجي منافقي هواليوان سيكا عسكري بسلمانا جميدان حربي در خستن سيكاوي جبونكم مسلمان ضعيف ببن ودوي شريدا حضرتي حمزه وحفتي حب صحابه شهيد كاتن جارك هذه در كاتن دي منافق رولك وانا دنيا هي بزمان السياسات جوانات بيجن طابورا بينجا بيشنجي طابور جرات بيجن يعني فتنجي نافا مروه طابور الخامس جرات بيجن ابد نافا مروه ده حواله نيارا اوانه جگوه مسلمان لی هوار نیارانه اوانه چی کرن جوی قبیله هنه را خبر چاندن گو در نکبن گو 10,000 ظلام مهنه 10,000 مرهنه گو اما اینکه قبیله دنه جبینن اما ویجانه محمد صافی کن یعنی قد در نکبن اوانه جوی خبر جوان را هات و 10,000 لورو هینکی لورو الله گو والله ویجاره کس که نکاره بمه داوی سا خبرش پیغمبر را چاندن گو ام در ناکبن تتمیری چد کی بکه یعنی ام در ناکف در ناکبن پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابيا قلت بسروان داتشو. فبعدما قالوا للنبي لن نخرج من هنا افعل ما تشاء جمع النبي الصحابة وهاج وحاصرهم، ولكن ما كان في الأمر كانوا أغنياء وعندهم قصور وعندهم حصون وعندهم حدائق وعندهم أشجار، فكانوا يتحصنون بالأشجار ويرمون المسلمين بالنبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال احرقوا الأشجار، خلاص احرقوهم، الحرب هكذا. حرقوا بعض الأشجار فالمنافقون لم يعينوهم، القبائل الخارجية توقفوا بقوا هكذا في الفخ، لا يهود ولا منافقون ولا قبائل أخرى أحد لم يساعدهم فاستسلموا. أدخل الله الرعب في قلوبهم، سورة الحشر يبين حالهم، فأدخل الله الرعب والخوف في قلبهم فنزلوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا تريد ماذا تأمر، خلاص نحن مستعدون. ظننا بأنه بإمكاننا أن نحارب ولكنهم لم يستطيعوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من هنا وتأخذوا معكم ما تستطيعون حمله على الحيوانات أو الدواب ولا تأخذوا معكم سلاح ولا شيء. فخرجوا خربوا المنازل وأخذوا ما يستطيعون معهم وخرجوا من المدينة. فكفى الله المؤمنين القتال ووزع النبي أرضهم بين المسلمين المهاجرين وأعطى قسما لصحابيين من أهل المدينة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشت وانا گوام درناک تمیری چت کی سربستی پیغمبر صحابیه گفت گوهد ما شرب کن وانا گره در کبن خلاص ایجا پیغمبر و مسلمان چون دور وان گرتن روکی دو سه تقریبا 9 روزکی دوام کرد ام بجن حصار عنبرگو دور پیچوان وان 10,000 مدینه ناتن ایک گفتم 10,000 هناتن قبیله دنه ناتن عرب دنه ناتن کس کی نات خدای جی ترسه کرد لیوان عسکری که عسکری خدا جی ترسی عسکری که خدای ملائکت تنین باران بای سرمایه گرم ور حاصل عسکری خدا تشتنه که امر زانن یعنی عسکری خدا پرن
خدای عالمت بجه اینکه عسکر منه و نزان چی نجی ترس کت دلوان انسان هانه لی عولی بر خودان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوداراج بشوتین اوانا جیوان پرجی کی اواد بجن استراتژی بو یعنی دار ماروان خرمه و بخشتش و پیغمبر گودارا بشوتین برادر وان شوتاندن دارا شوتان فرداوی دا تماشا کرن خدای مسلمان رحمه ناکن گره جزا بدن وانا دار مار شوتین خبرش پیغمبر را چاندن گو تمام تسلیم و خلاص اوی که سوز دابوان او جناتن و که هر دم عادت منافقا سوز دادن سوز کنایننجی جامعه را ناتن دفر دا ترس کد دلوانش پیغمبر را گوته چه سرسر ما سرچعبه ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو خلاص از وناقشم ولكن گره منتبش برا درکبن ام درکبن ونتشتكي بخرانا بنتشتك وانتكارن داين سرپشتا حسبا سرپشتا دوا سرپشتا کرام بيجن حيوان چبن وكيدي ونتشتكي نابن هادي والله جامعه را دركتن حتى دبهنك جوان بره مال خانيه بره تين براوت هادي دار هبون آخر دان سره اواناش خرا کرج بارج مسلمان را نمينن اینکه اوانج درخست عمود هنا يدنا مالا وان حاصل كلام تشتكي نما يلا دركبن زوج فرهرن وكدا چه سربسن چون اینکه یاره کی بجی کتاب لا بو اینکه مرن فرداوی دا او عرض وانه کمایجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاده گو بیا ایته لو را کس کی نکشت او عرض آن خاص دست پیغمبر ده پیغمبر چکر صلی الله علیه و سلم فی عرض هنکی خراهیش بونه مصرف خوب که مال یزارو کی و او دنیج للصحابیه مکه هجرت مدینه کنه داوان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو رأی فقیر او بون حتی پیغمبر تشتکی پر مازن جی کرد جملت مدینه را گو کن بخوازن از وی عرض بدم و بدم مسلمان مدینه مکه مهاجر و انصارا لی اوجه برا مسلمان مال ودا بمینن لو را ملت یکش مکیاتی مال وانتن هر یکش خوا کتجی کی مال انصارا و کن بخوازن از بدم وام بر از بدم وام برج مال و درکبن هر بروب کم نو عرض خو لی ملت مدینه او ده میر درکتن پر بریم گو نه یا رسول خدا گو برا دمال ما ده من عرض بدون هم عرض بدون برات مال ما ده مال ماش در نکبن ام کیف خوشن یعنی براج مال ما در نکبن و عرض آنیش بدون پیغمبر نبا صحابیه کش مدینه مکیات ندوان لدا دحب صحابیه ملت مدینه جی اوی پر فقیر بون کو هنا کیش براج ورابه به شکل آنه دفتر وان منافقه هات گرتن و حاصل برینه که مسلمان جی باش بو امتکارم بیجم مسلمان دفر داجین کی قوت اوان چه بو ور یعنی هدی خطوب کرن خطوب کرن تركيت بين تو بارلمان دس بكرن او دربا كل اوحد دا قرتن هيدي و مسلمان برينا خو توبت كن وحفتها تيجي بخير ام بخينن كو اجا مسلمان اجا جارا قادي سال بلنبون عرضي رابون كاتبون كيد هات سري وانت خست اجا الحمد لله جي فلتين جار قادي دس بكرن سري بلن كرن وهيدي بيزاتشن ام سوجي بيجن ان شاء الله. انتهينا من اليهود فكفى الله المؤمنين من قتالهم ولكن ما حصل هناك امرين اخرين كذلك حصل في نفس المواعيد. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأتين أحدهما زينب المعروفة بأم المساكين زوجة عبد الله بن جحش الذي قتل في أحد كان رئيس الرماة فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها بعد انقضاء عدتها إكراما لها زوجة شهيد هي محترمة زوجها محترم وامرأة ذات قدر ومنصب تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها ولكنها بقت عند النبي تقريبا 8 أشهر وتوفيت رضي الله عنها وكانت معروفة بأم المساكين كانت تحسن إلى الفقراء والمساكين فهي توفيت وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة زوجة أبو سلمة لها قصة شوية طويلة سنقول بعد قليل تشتيك تشيبود في زمان هاندا بيخنبر دحب جنة دين راي زوجي يك جوان ناوي جنة زينبة زينب ديا فقيرة جرى ناوي وهابو زينب ديا فقيرة فريا خيرات كر ام المساكين فقير محتاج آلي كاريت كر برد دوان خارنة دوان ده قومي خدا وها ناس تقول زينب ديا فقيرة يعني شاود عفو عادات كردادا ده هنا كي قندادا مال هنا مال ميفان انا ده مال ميفان اف مال هنا ملت مال هيك هنا شي هركسي يجي اف مال خير خوازه مالك برد اف مال هانيه اف زينب جي وها زغوت ديا فقيرة او قصا خيرات كر اف جناهانه ظلام وید حرب احد دا شهید کت مازن یو پنجی حب صحابیه کو پیغمبر گوتون ما بپارزن خوایت یرو کوانا مازن و ناوی عبدالله و اویا جنای بو شهید کت ایجا جنای بیز ظلام ام بجن جنبی کردی بی یعنی جنا بیمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جن قب اصلا قدر مازن عائله ناسکریه
حرمة جبوني وي أو كياني پیغمبر نخواست جنكا بمير بمينه جنبي بمينه يعني پیغمبر پیرا زوجي جبوني كجرا بيغوتن ديا مسلمان اف شرفاني پیغمبر داكي عليه الصلاة والسلام لي اف جنا اني زيدل برجم پیغمبر نماش حشت ما وفات كر زومر يعني وجنا كادني تسا پیغمبر پیرا زوجي اوجي ظلامي بشتي احد شهيد كد ام سلمة رضي الله عنها زوجها ابو سلمة كان اصابه جروح في احد ولكن بعده بفترة استشهد من اثر هذا الجرح فهو كان من المهاجرين إلى حبشة وإلى المدينة أسرة صاحب منصب ومقام وهذا زوجها أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقول لها ادعو الله عز وجل على أن يخلفك من هو خير منه فهي تقول قد دعوت الله على أن يخلفني من هو خير من أبو سلمة ولكن قلبي يقول من هو خير من أبو سلمة أفضل الصحابة هو أبو سلمة فحينما يتقدم النبي إليها فهي تقول أدركت بأن النبي خير منه واستجاب الله دعاء الذي علمني النبي صلى الله عليه وسلم وفيها درس كبير الذي يأتيه المصيبة أو حينما تذهب إلى عزاء ندعو لأهل الميت بأن يخلف الله من هو خير منه أو منها لهم هذا الدعاء لا تنسوا اعملوا هذا الدعاء لأهل الميت دائما أم سلمة أفجنكا هنجي ظلام ويج حرب أحد دا بريندار بو برينا يسفك ولكن باشي تشو شراكي دني وهات برينا يتقيا شهيد كد أوجي ظلام وي كنابي باب سلمة كري متى پیغمبر متك يعني خوشك باب مروه لا يبيبو لا متى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لي عائلة بقدر قيمتها ميربون شو حبشستان هجرت كر هات مدينه هجرت كر يعني هردم لپیش بون انسان مظلوم بون قدر و قیمت بون اوجی وفات کر زاروکی ویجی بون سیچان حبسبی و یتیم بون پشت زمان درباس بو صحابیه خواست براب زوجن ابو بکر عمر گوناجن که گو ام ناخوازم تراب زوجن حتی وقت وفات که پیغمبر چه مالوان چونکی کرمتاوی امریه جوان راز بجا خود رحمه خلیکی ور حاصل دعات که دبی دعا هنیش که بجا یا ربی رحمه خلیجی بکی لما جی بکی تيكي بخيرتر بكي جيوي يكي بخيرتر بكي جيوي رحمتي هاني جنك تبجا من دعاء كر فقط دلي مجمرات بيجدا كي وكان في ظلام مازن هي ابو سلمة زاد كي مازن بو دلي مجمرات جو اريم دعاء كردا والله يكي وكاي بقدر قيمتنا پشتك كان مهدر باست بن پیغمبر خبر جرات شنت بيت خازن بيراب زوجم جنك تبجا من فهم كر بركات دعاء پیغمبر ويا فهم كر يك اد دوي اشخاص بحيره والله زاروكي من هنا قيرقيرا صافيات مال هذا حضور نادمته پیغمبر بتشتغنا به از زاروك تاج خدي دركم تشكي نابه عادتك پیغمبر ابو عليه الصلاه والسلام وان جن صحابي مازن ولو اختيار بنا زاروك وان هبونا جي پیغمبر بوان زوجي جبون كيف وان ورا دل وان فراب به بزان بن بقيمه نمانه جبون الوانجي خدي دركم پیغمبر شرفك ددوان جبونك بيغوتن جن پیغمبرن عليه الصلاه والسلام پیغمبر جبون وان حکمتا وان انسان هانه را زوجيان چن جن پیغمبر انا هر یکی جبون حکمتکی جبون فایده کی پیغمبر دگل وان زواج کرد و ام سلمة تشتكي دني جهه جنا قبر وعقل بو او جنا کو خدا عمر دريش كك اموات مساله حديبيه دوی مساله حديبيه دا اباكو پیغمبر په استشاره کر شیور کر او فکر کا پر خوشتا پیغمبر خدا بخاطر او شیورا کو پیغمبر دگل وکر رحمه المسلمان جی کل لوان جی کل تفاکر بلا مصیبت کا مازن نات سروان ام سلمة جنا کا او قصاب عاقل بحکمت و زانابو او ان جنا داوی ا پیغمبرک وفات کر جو ابا داوی رحمت کر او بو يعني وقال لك حديث هنا روايات ويجي ام سلمة كريه حديثك بحث خبردان اخافتن عبادت ذكر تشتك پیغمبر كريه ايك مسلمان رد بيجا ام سلمة خدا عالم جرازي به وما تباب كاهل الجنه اخو ان شاء الله. وكذلك شيء بسيط اخر ولد حسن ابن علي رضي الله عنهما في هذا السنه كذلك ولكن ما يهمنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه أراد أن يسميه حربا حرب علي كان من أهل الحرب يعني فأتى النبي إليهم قال ماذا سميتم ابني قالوا سميناه حربا قال لا نسميه حسنا بدل الاسم وقال تصدقوا بوزن شعره وتصدقوا به على فقراء المسجد وذبح يقال كبشين على العقيقة كما نقول هذا تعلمنا من ولادة حسن
العقيقة، وكذلك أذن في أذنه وحلق شعر، قال احلقوا شعره وتصدقوا بوزنه فضة أو ذهبا فتصدقوا به على فقراء المسجد. هؤلاء الأمور الثلاثة تعلمناها أو تعلمناه من ولادة حسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر المسلمين. تشتكي دنجي دوي صالة هانه دا دوان روجي هانه دا حضرت حسن كره حضرت علي أوجي چيبو تدي حضرت حسن كره فاطمه قيزا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وعلي را زوجيه صالة چارا دا يعني پشت كشور مدينة ور حاصل صال قدية زوجين كره واني عول حسنه زوجين پیغمبر چو مالاوان درس مهم دبرداش وارا بيجم پیغمبر چو گو و ناوی کرم چه دانیه ندگو طورن ایبنید گو کرمن حضرت علی جی پریاک انسان کی شربان بو گم ناوی حرب دانیه حرب پیغمبر گو نا حرب نابه چه حرب گو ناوی دین حسن برا ناوی حسن بیانی حسن خوشک معناوی جوی هاتیش کلمه که حسنی هاتیه خوشکی هاتیه دبی ناوی نا یعنی ناوی خراب زاروک خدانینن انسان کی تو چه ناوی دینی پرچه جوی ناوی خود دگره یعنی تناوی یکیر بیجی نزانم بیجی آگر و بیجی شرو ابکو شرود بیانی شر بکه و چرا بیجی فقیر و ملایم بیانی گوت ناوی ویا برا حسن به پیغمبر گو ناوی حسن دینن گو کاش مرا کریم بینن آنید گوی دا آزان جداش بیر بانه کن زاروکی و چه بون نویه و تورنه و چه بون گوی وان دا آزان عین وقت ده نه سال کی پاشه جانا زاروک چه به مهکی خلاص به ولا ما موسسه ده یک تنت گوی دا آزان ده حیراش مهکی تنبور و ساز و کتیه گوی چیکته ده نمایه زود گوی وان دا آزاندن پیغمبر گوی دا آزان جدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو سری پوریجه کن چان روی اول بقاسی گرانیا وی پوریانه زیف یا جی زیر و زیر فرق ناکه صدقه بدن او صدقه آنه جی گول فقیره بلا بکن فقیره کل جامعه پیغمبر دانه علیه الصلاة والسلام اویجی بلا کرن و حب کی ده حب حیوانه جی کر قربان او بجن عقیقه زاروکه او زاروکه تدن پیغمبر ویا جی کر بنه انوانا تبجی جی مسئله حسن این بون ناوکی باش لیدینن دگوی ویده آزام بدن پوریجه کن صدقه بدن و اوا چارا چی قربان اکیا جی عقیقه جبون خاطر وی زاروک یعنی بدن وانا تف سنت اک پیغمبر کریه علیه الصلاة والسلام ام جو حسین و حسن امهم بونه رب العالمين جوان جي راضي به جمج راضي به ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة. ابقوا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى حفتاتي أمانة خضابا وخدا صحته وعافيته بدواء إن شاء الله. أمي هبدينا